ب10 جنيه بس هتحس بكل أجواء الربيع. عشان كده جينا معرض الزهور اللي موجود في المتحف الزراعي في الدقي ليوم 19 مايو عشان نعرف ايه اللي بيحصل فيه. معرض الزهور بقاله 90 سنة بيتعمل، وكل سنة بيحاولوا يشتغلوا على إنهم يطوروا أكتر. يعني مثلا السنة دي اشتغلوا على إعادة التدوير إذا كان للنباتات أو حتى للأزايز البلاستيك عشان يعملوا منها قصريات للزرع. كمان في مكان زي ده بيشتغل على إعادة تدوير مخلفات الأشجار عشان يتعمل منه كومبوزيت نباتي تماما ويستخدموه في زراعة الورود. لا 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 لا. ومش بس زهور وورود، انت كمان تقدر تشتري شجر وتزرعه في جنينتك او بيتك. اي حد ممكن ياخد الشجره، بياخدها جاهزه من جميعه. وانت بتتفسح وبتحس باجواء الربيع مفيش اي مشكله انك كمان تشتري حاجات ملونه لبيتك، وهنا الاسعار بتكون اقل بكتير من بره. انا رايي انك تيجي هنا، اهو منها تشم النسيم وتزود شويه الوان لحياتك، وما تنساش صاحبك اللي بيعرف يصور كويس عشان صدقني هتحتاجه هنا.